السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايه رأيكم بقى؟ النهاردة هنعمل شوية محشي ورق عنب أو دقية ورق عنب إنما عظمة، وشوية ملوخية خضرة بقى زي السكر زيكم كده، ومعاها شوية طماطم مخللة عشان تفتح بقى نفسنا. يلا بقى نشوف القمر والعظمة دي اتعملت ازاي. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. بصوا، انا كان عندي شويه رز باقيين من المحشي اللي انا عملته، محشي الكرنب والمحشي المشكل. يعني ممكن حضراتكم ترجعوا عشان تعرفوا للفيديو اللي فات، تعرفوا خلطه المحشي القمر اللي انا بعملها اتعملت ازاي. انا بجيب حله على النار، انا بقى اللي اتبقى هعمل بيه شويه ورق العنب ده. احط فيها ميه وبسيبها، اول ما تغلي بنزل بورق العنب. ورق العنب ده انا حضراتكم كنت مفرزاه او مفرزينه مع بعض. انا بخرجه من الفريزر على الميه على طول تحت الحنفيه كده. يعني انا بجيبه بفرده تحت الميه يعني تحت ميه الحنفيه الاول في مصفى كده، وبعد كده بحطه في الميه المغليه. انا بسيبه يغلي وبرجع اقلبه تاني يدي غلوه برضو، واقوم حطاه في مصفى وانزل برضو تحت ميه الحنفيه. يعني انا ما بستناش ورق العنب يفك. اوعوا يا بنات تستنوا ورق العنب اللي انتوا حضراتكم فرزينه يفك لوحده بعد كده تقولي اسلقه، لا، على طول على الميه تفكيه كده بيتفك معاكي كانك لسه حضرتك يعني لسه شارياه دلوقتي. بجيب بقى الحله بتاعتي، بحط فيها طرنشات من البصل، طرنشات من الطماطم، طرنشات من الفلفل، ويا حبذا بقى لو فلفل سبايسي، وشويه من الزيت. مش قادره اقول لكم ان الحركه دي اللي احنا بنعملها في الحله بتدي تيست عالي جدا للمحشي، وبتدي طعم فعلا يا بنات. ممكن حضراتكم تاكلوا كمان الخلطه دي لوحدها كده من غير المحشي. ممكن تعملوها في جميع انواع المحشي. ببتدي اجيب الورق زي ما حضراتكم شايفينه، بحاول على قد ما اقدر كذا ورقه افردها، لاني بصراحه محشي ورق العنب بيبقى صعب شويه غير الكرنب وغير الكوسه وغير الانواع التانية. بجيب كذا ورقه عشان اسهل على نفسي، وابتدي بمعلقه صغيره اللي هي معلقه الشاي او بايد حضرتك شويه صغيرين كده، وتقومي حطاهم فرداهم في الورقه، وجايه لفه صغيره ولفه الجنبين، وبرومي كده. يعني حاولي تبرومي تبقى الصباع مش مميمن. يعني فاهمين مميمن دي؟ يعني ما يبقاش طري، يبقى كده ماسك نفسه. بعمل كميه بالطريقه دي، كميه يعني محترمه كده، وابتدي ارصها في الحله، او ترصي تحطي في الحله زي ما حضرتك حابه. بخلص حلتي، ممكن حضرتك تعمليها دايره كامله، او ممكن تعمليها دايره في الاول او صف في الاول دايره، وبعد كده بعمل رصه يمين ورصه شمال زي ما انا بعمل في محشي الكرنب. بعمل بقى بجيب ليمونتين محترمين بعد ما اخلص، وبقوم عصراهم. مش عايزه اقول لكم بتدي مزازه اكتر لمحشي ورق العنب وبيدي طعم. ممكن حضرتك تحطي ترانشات ليمون زي ما حضرتك تحبي. وعشان البنات اللي لسه مشتركين معانا عارفين الطبق او لسه ما يعرفوش الطبق الصيني، انا دايما بحط الطبق الصيني عشان يوزع الشوربه كويس جدا للمحشي ده. بحطه برضو في جميع انواع المحشي. لازم احط طبق الصيني وابتدي احط الشوربه مغليه طبعا متظبطه احطها عليه. انا كنت على الناحيه التانية بسلق لحمه. طبعا حضراتكم ممكن تراجعوا فيديوهات سلقنا لحمه كتير، برضو هقولها كده. بتجيب الميه اول ما بتبتدي تغلي، بحط اللحمه، بتدي غلوتين كده، بتنزل ريم، بتشيل الريم، بتكوني عامله بصله يا اما مقطعه طرنشات، بس انا بعملها مرته، بحط عليها فلفل اسود، 7 بهارات، لو في حبهان، لو ورق لورو، شويه ملح، شويه سكر كده. سلقنا اللحم. هبتدي بقى ان اعمل شويه مخلل طماطم، شويه مخلل طماطم عسل. لازم يبقوا مخلل الطماطم ده جنب الملوخيه، ما ينفعش ملوخيه خضراء، لازم جنبها مخلل طماطم. بجيب الطماطم مقطعها طرنشات او حلقات، بس ما مش للاخر. يعني الطماطمايه بقطعها طرنشات كده يا بنات، واسيبها الطرنش ما وصلوش للاخر، او اعملها زي الورده 4/4 برضو، وما اقطعهاش 4/4 كاملين، 4/4 وبرضو بسيبها زي الورده كده. فاهمين طبعا. بجيب راس توم بدقها، وبحط لو متاح معلقه من هريسه الشطه، وليمونه، شويه كزبره، قرن فلفل برضو بيبقى مضروب مع التوم، وتظبطي ملحك مع شويه كمون، واحشي بقى وكلي احلى طماطم مخلل. يا سلام بقى دي جنب الطعميه. ايه اللي دخل الطعميه دلوقتي يا رود؟ بس انا بجد انا بعشقها جنب الطعميه والفول يا بنات، وجنب الملوخيه. يعني دي بتمشي كده الانواع دي قوي يعني. تعالوا بقى لطريقه حماتي رحمه الله عليها في الملوخيه. هاتي اصغر طماطميه عندك وابشريها في الحله اللي هتعملي فيها، ومعلقه من الثوم المهروس،
وانزلي من غير اي نوع من انواع الماده الدهنيه، لا انزلي بيهم كده، قلبي تقلبتين وانزلي بقى بشوربتك. شوربه هنا قد ايه؟ هنا كان كيلو من الملوخيه، انزلي باربع مجات ازاز، عارفين المجات اللي موجوده في كل بيت ده، انزلي 4 مجات من الشوربه بعد الطماطم ما تلسع. عارفين يعني ايه تلسع؟ تقلبيها كده تحس انها نشفت هي والتومه، انزلي بقى بالطماطم بتديكي التش كده. اول ما تبتدي تغلي حطي بقى يعني ربع معلقه من السكر، ربع معلقه من السكر لو متاح، مرقه فوريه، اي نوع مرقه صغيره تكوني حضرتك برضو الشوربه ما تكونش مظبطه حداها قوي يعني، راعي ان انت هتحطي لو شويه حته مرقه شويه سكر، مش عايزه اقول لكم بتفرق فعلا يا بنات، دي من ضمن الاسرار الملوخيه. وانزلي حضرتك بالملوخيه. حد بيرضو يقول انزلي بالملوخيه واطفي، لا، انا بقلبها بالمعلقه كده او الشوكه، قلبي جامد جامد جامد، هتبتدي في الغليان، هتطلع زي ريم بسيط، شيل الريم واطفي. تعالوا بقى نعمل احلى طشه للملوخيه يا سيدي على الطشه اللي انا بعملها. هاتي راس توم او بقيه راس التوم اللي احنا ضربناها في الخلاط، خدنا منها معلقه حطيناها نيه في الحله، تعالي بقى لبقيه راس التوم، معلقه من السمنه البلدي، يا ريت لو مش متاحه اوعي بقى يا رودي وقتي كل شويه تقولنا لا، لو مش متاحه اي نوع سمنه، وانزلي وحمري بقى يا دوبك تاخدي تقلبتين كده في التوم، وانزلي بمعلقه من الكزبره الناشفه، لازم معلقه من الكزبره الناشفه تديكوا اللون القمر ده. وهاتي طاجنك كده، هاتي طبقك وانزلي بالملوخيه كده، انزلي بقى ارفعي كده فيها وانزلي بيها، وانزلي بقى بالطشه، سمي الله وصلي على الرسول، وانزلي بالطشه كده. بصوا الملوخيه ما تخليهاش تقيله يا بنات، خلي الملوخيه خفيفه معاكي لانها اول ما بتقعد بتتقل. اسمعي كلامي بس. ومن اسرار الملوخيه اخرطيها كويس. انا عن نفسي بحب اخرطها بالمخرطه اليدوي، اغسلها واحطها على المروحه كده على صينيه تحتها فوطه او تحتها اي حاجه قطن تنشف، وبعد كده بنزل بالمخرطه بقى، بدي بقى بالمخرطه كده على قد ما اقدر، حطي كبتك كله فيها. لازم الملوخيه تنعم. ليه بقى؟ لان الملوخيه لو ما نعمتهاش قوي بتسقط منك، صدقوني بتسقط، او ممكن تضربيها في الكبه برضو تنعميها. يبقى احنا قلنا كل اسرار الملوخيه الخضر. بصوا بجد كانت شويه ملوخيه، وانا بحب احمر اللحمه بعد ما اطلعها في معلقه سمنه بلدي مش قوي كده، عارفه ادوها يعني اديها تقليبه كده مع شويه فلفل اسود وملح، يا سيدي على الطعامه بتبقى عظمه. نسيت اقول لكم بقى، محشي ورق العنب اول ما يغلي ويبتدي يتشرب هدي عليه وطي عليه خالص، بياخد ساعه يا بنات، وبيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، كان زي الزبده من بره والرز مفلفل من جوه. لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.